السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي بمطبخ الأصيل بالتفصيل. أهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا أكلة المجدرة كلش طيبة وما تاخذ من عندك وقت، ب5 دقائق تقدرين تحضرينها. كلش طيبة. اليوم راح نتعرف أنا وياكم على شلون طريقة تحضيرها. تابع الفيديو للنهاية لتتعرفين على الخطوات. بالبداية طريقتي بالمجدرة هي 3 مكونات أساسيات فقط، ما تحتاج بنات المجدرة مقادير هواية، 3 مقادير فقط. هنا بنات عندي أهم شي هو يكون العدس الأسود، هذا النوعية، يعني مو العدس الأحمر، لا الأسود، سلقته نص سلقة. وعندي هنا بنات البرغل الخشن، غسلته ونقعته هماتين، يكون برغل خشن يكون أفضل. وعندي هنا بنات بصلاية أنا مقطعها شرائح مثل ما واضح عندكم، قطعتها أنا شرائح هيك. بنات أنا جهزت كل شيء لأن الفيديو ما رضي يطول عليكم، لأن هو أصلا أصليته الفيديو كلش قصير، يعني هو أصلا الأكلة ما تحتاج وقت، ما تريد مجرد تسلقين العدس، والعدس كلش سريع يعني بسرعة يستوي، ما ياخذ دقائق، يعني كل 10 دقائق حيل يستوي العدس. ونقعت البرغل عندي هنا، والبصل سويته شرائح، راح أبلش أطبق. شوف البنات عندي هنا ملعقتين، حطيت ملعقتين تقريبا سمنة. السمنة تكون أفضل بنات، يعني أطيب من الزيت. تقدرون تستخدمون زيت مو مشكلة، بس أنا استخدمت السمنة إذا تكون طعمها طيب كلش طيبة. هنا بنات ما راح أضيف البصل كله، راح أضيف نص كمية البصل اللي ثرمته، يعني نص راح أخليه على الوجه، والنص الباقي راح أحمسه وياها على مود الطعم كلش طيب. حطيت نص كمية البصل، والباقي نص الكمية الأخرى راح أحطها على الوجه. هسه بنات بعد ما وصلنا لهاي النتيجة راح أضيف البرغل. بنات راح أخلي شوية يحمس، بعدين أضيف له العدس. هسه بنات بعد ما صار هيك مرحلة راح أضيف له العدس. ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح حسب الرغبة بس ملعقة كبيرة. راح أقلبه شوية على النار وأضيف له المي. هسه بنات راح نضيف له المي، لا تكثروا له هواية مي، لأن أنا عندي برغل منقع والعدس مستوي، يعني ما يغطي، بس هيك. راح أغطيه أخليه لمدة حسب من ينشف المي ماله، راح أنصي عليه مثل طريقة التمن، مثل ما احنا نسوي التمن متعودين نسويه بالبيت. هذا راح أطفي عليه، بس وصلنا هيك مرحلة خلاص. ها هي راح أبلش التقديم. هسه بنات مثل ما تشوفون هذا الشكل ماله. هذا عندي هنا بصل حمصته، وبعد ما حمصته الدهن ماله حطيته فوقه حسب الرغبة، اللي يحب يحطه واللي ما يحب يقدر يستغني عن هاي الخطوة. هاي بنات أكلتنا لهذا اليوم، سويناها كلش بسيطة وما أخذت من عندنا وقت، كلش سريعة بسيطة. هسه بنات إذا وصلتم هنا لا تنسوني باللايك حبايبي والاشتراك، تضغطون زر الجرس، ومع السلامة.